شلونكم؟ ان شاء الله الكل بخير وتمام. شنو بدي اقرا؟ مباشر عندي امتحان عن موضوع empirism. جوجل انطاني الترجمة مال empirism وهي التجريبية. بالمعنى شنو؟ التجريبية هي الإنسان ياخذ فهمه أو علمه من التجربة، من تجربة الحياة تمشي. أنا بدي أقرأ. قرأت عن شخصيات معروفة بالفلسفة، معروفة بالتاريخ: لوك، هوبز، توما داكان، أرسطو. وهاي نظرية المعرفة نجيها من ناحية التجارب. هوبز ايش قال لنا؟ إذا ماكو حاكم، إحنا كبشر علمنا مو كامل، محدود عن العالم، عن هواي شغلات. فإذا ماكو حاكم أو ملك، حياة الإنسان راح تؤدي إلى حرب أو قلق أو في شك. كإنسان علمنا مو كامل. هاي الفكرة صفنت بيها هوبز، خلاني أصفن. شلون؟ قبل لا أسوي هاي الترجمة، الحاكم المطلق هو اللي ما يعلى عليه أي شيء، ما يعلى عليه أي مخلوق. نجي بجواب ديني: الحاكم المطلق اللي ما يعلى عليه أي شيء، أي أحد، هو الرب، الإله. إذا أخذ نفس الجملة مال هوبز وأفكر بيها، أقول إذا انمسح وجود إله، نفترض إحنا هنا ناخذها بالله من باب الدين، إذا انمسح وجود إله بحياة الناس، لأن الناس فهمهم محدود عن العالم وعن نفسهم، فحياتهم راح تؤدي إلى شك، قلق وحرب. لأن تفسير من باب مو ديني راح شي يقول لنا، شي يفهمنا إنه الحاكم المطلق، الأمير أو الملك أو الحاكم، من دونه إحنا راح نعيش بشك وبحرب وبقلق. ليش من دونه؟ يعني شنو معناته هو أفهم منه، هو عنده علم أكثر منه. معناته إنه الحاكم المطلق على فد شعب، ناس، قبائل، دول، هذا الحاكم عنده مميزات، يختلف عن باقي الناس، لأن وجوده راح يمحي الحرب، يمحي الشك، يمحي القلق. طبعا أنا بدي أفسر بس هاي الحكاية مال هوبز. إذا نحكي بمعنى مو ديني، إذا نحكي بمعنى مثلا إذا كان الحاكم وجوده ما يؤدي إلى شك وقلق وحروب، معناته هذا الحاكم مش حاكم عادل، حاكم مو فاسد. أوكي، تعالوا نشوف العالم مثل ما هو. العالم مثل ما هو شلونه؟ نقدر نشوف الفساد، الحروب، وين العدالة. هواي أمور مو حلوة بهذا العالم. معناته شنو؟ معناته إنه صدق إحنا فاقدين وجود أيا كانت. إذا من باب دين، إحنا فاقدين فكرة أو معنى وجود إله ما يعلى عليه أحد. هذا جواب ديني من باب الدين. بس إذا جواب من باب مو ديني، راح نقول إحنا هم فاقدين حاكم، ملك. إحنا هم فاقدين هاي الشخصية، هذا الحاكم، هذا الأمير، هذا الملك العادل، هذا الملك اللي صدق ما يخلي وجود للحرب، للقلق، للشك. هاي الحكاية مال هوبز كلش أثرت بيه. نقعد قدام العالم قدامنا ونباوع، نلاحظ، ناخذ ورقة وقلم، نعلق باللي دا نشوفه، نوصف اللي دا نشوفه. من تجي صور هواية، الوصف راح يزيد. كل ما نشوف بهذا العالم ايش دا يصير، وصفنا راح يكون دقيق واضح. ما نقدر نسوي نفسنا ما شفنا. يعني الفساد مثلا أو الغلط أو الشغلات اللي نشوفها ما نفتهمها، بس نحسها غلط، نحسها مو حلوة، نحسها بشعة. ما أعرف هاي الصورة شلون توضحت بعقلنا إنه هاي صورة بشعة، بس أكو شغلات بدون تفسير نشوفها ونقول هاي حلو، شغلات نشوفها من هناك نقول مو حلو. هنا شلون عقلنا يقدر يفرق بين الشغلة الحلوة والمو حلوة. احنا قبل أن نبتعد عن الموضوع، هذا الموضوع يستاهل الصفنة. في هذا السبب أنا حسيت إنه لازم أصور وأحكي لكم على هاي الصفنة مالتي وأشارككم
هاي الفكرة، فحروح أقرأ يوم باش عندي امتحان. أشكر كل المتابعين الجديدين على قناتي، إن شاء الله إحنا بالأيام الجاية نتطور. باي باي.